عجبتني جدًا طريقة البانيه دي. الطعم حلو جدًا وفي نفس الوقت مختلفة في الشكل وكمان في المكونات اللي إحنا حطيناها. يالّا بينا علشان نشوف بيتعمل إزاي، بس يا ريت ما ننساش اللايك والشير وسبسكرايب. نُص كيلو من صدور الدجاج ومفرومة، ونُص كيلو من البطاطس المسلوقة ومهروسة، ومعلقة كبيرة من الجبنة أي نوع جبنة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين من النشا، والتوابل ملح وفلفل أسمر وبصل وتوم باودر وكاري وبابريكا والسبع بهارات. كل دول حطيتهم مع بعض زي ما احنا شايفين، وهنقلبهم كويس لحد ما كلهم يكونوا بقت زي العجينة بالظبط معايا، زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بس انا كده اتأكدت ان التوابل والمكونات كلها بقت مع بعض خلاص. بجيب دلوقتي وبعملها دايرة، الدايرة اللي تعجبك، يعني عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة زي ما تعجبك، بس انا شفت الحجم اللي انا عملته بصراحة ده مناسب جدا وكويس. هجيب دلوقتي اي حاجة من المطبخ، معلقتش حاجة غير اللي انا بفرد بيها العجين، علشان انا عايزة اعمل الدايرة اللي في النص دي، فهي دي اللي بصراحة يعني عرفت اعمل بيها. بس وهنشوف دلوقتي وهنخلصه كله وبنفس النظام. دلوقتي معايا دقيق وفيجيتار او بقسماط مطحون ومتبل وبيضة، وحطيت فيها يعني 4-5 من المعالق اللبن. بس بجيب زي ما احنا بقى خلاص متعودين على البانيه العادي، بجيب الفراخ بتاعتي وبحطها في الدقيق، ومن الدقيق على الخليط اللي فيه اللبن والبيض، وحاطه فيه طبعا ملح وفلفل اسمر، وبعد كده في البقسماط زي ما هنشوف دلوقتي. وهي دي طريقة البانيه. عايزة بعد ما تعملي وتخلصي تاخدي مثلا بالكمية وتقليها والباقي تحطيه في الفريزر. اهم حاجة ما تحطيش على بعض، يعني لو هتحطي في الفريزر بتحطي في طبق اللي انت تحطي فيه، وتحطي كيسة من كيس التلاجة، وبعد كده تحطي فوقيها تاني. دي مش بتخلي تلزق ولا تمسك في بعض، وهتبقى سليمة وكل حاجة تمام. بس احنا كده هنجيب دلوقتي طاسة وحاطين فيها الزيت الغزير وهنبتدي ان احنا نقلي زي ما احنا متعودين ان احنا الزيت بيكون سخن، وبعد كده بوطي عليه علشان الخليط من جوه عندي يستوي. اهم حاجه برضو لازم من جوه يستوي، وفي نفس الوقت من بره يكون مقرمش، وفي نفس الوقت يكون اللون الذهبي اللي احنا شايفينه دلوقتي. وبرضو الحاجات اللي احنا بنكون عايزينها مقرمشه مش بنطلعها على طبق ولا مناديل ولا ورق بتاع المطبخ، لا مش هينفع، لازم على اي شبكة عندك بتاعة المطبخ، حتى لو الشبكة بتاعة الفرن مش مهم. المهم ما تطلعهاش على حاجة مقفولة، لازم حاجة تكون مفتوحة كده علشان القرمشة تفضل فيها زي ما احنا شايفين دلوقتي. بس كده. وعملت جنبها تومية، والتومية ديانا برضو صورتها وباذن ربنا هنزلها لكم. وبكده خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة في اكلة بمزاج مع توتة.